ما جبت يا عمي، اهم حاجه اخد حقي منك. لا يا ولدي. ابوي ابوي مين اللي عمل؟ والله يا عم اذا كان خدت الارض كلها لوحدك لحصرك على عيالك الاثنين. اعمل ايه يا واد؟ اعمل ايه يا مصطفى في عمي وعياله اللي كانوا ورث ابوي؟ اخد حقي ازاي؟ حتى سلاح ما فيه. اعمل ايه طيب؟ يا ربنا يحلها من عندي. مين ده؟ ده مصطفى. يا مصطفى يا واد، ما تروح يا شيخ يا نقصاك. مال مالك يا مصطفى اخوي؟ ليك كم يوم كده انت متغير. الله يحسن اخوي، حاصله مشاكل معي في البيت وما يعلم بها غير ربنا. مشاكل ايه بس يا صاحبي؟ احكي لي بس وان شاء الله يكون حلها عندك. والله يا حسين هو كل اللي فيه جدي كاتب الورث كله لعمي. يا عم هي دي المشاكل؟ ده انا افتكرتها مشاكل مع حد تاني. ده عمك يا عم، المفروض خد الارض يعني. يعني يرضيك يا حسين عمي ياخد الارض لوحده ويدوس على كل حاجه؟ لا ما يرضينيش، واستناني 5 دقايق والحل ده عندي. هي الفرصة دي اللي أنا مستنيها من زمان، والله لا خليكم تبندقوا بعضكم واحد واحد يا ولد الكلب. خد يا مصطفى أخوي، هذا الحل اللي هيريحك من عمك وعيال عمك. الله يبارك الله فيك يا صاحبي. عليها يا صاحبي، ده أقل واجب. السلام عليكم. ايوه كده، دلوقتي اللي انا هاخد حقي وحق ابوي من عمي، والله لا حصر عيالك عليك يا عمي. عمي ايه في ايه؟ انا لسه الحق يا عمي، انا جاي اخد حقي وحق ابوي. حقك وحق ابوك ايه؟ الارض اللي كاتبها لك جدي وما اداش ابويا مني. وجبت الكلام ده كله منين يا ولدي؟ جبته من مطرح ما جبته يا عمي، اهم حاجه اخد حقي منك. لا يا ولدي. ابوي ابوي مين اللي عمل فيك كده؟ ابوي مين عمل فيك كده؟ قوم يا ابوي قوم. طب والله العظيم لا رجع الكاميرات واعرف مين اللي عمل فيك كده. يعني واد عمي اللي ضرب ابوي؟ طب والله العظيم لا خلص عليك انت وابوه.